السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد. النهاردة يا بنات اخيرا جولة في شقتي الجديدة بعد الفرش. عايزة اوريكم شقتي بعد ما فرشتها كلها كده زي ما انتم ما شايفين. مبسوطة 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 ان الحمد لله خلاص يعني هم كده وانزاح من على قلبي. الحمد لله بقيت مستقرة زي بقية الناس. ويلا بينا، مش عايزه ان انا يعني اطول اكتر من كده. وقبل ما نبدا الفيديو نصلي كده على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وكمان ما تنسوش تدعموني بلايك والاشتراك في القناه وكمان تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. ويلا بينا نبدا الفيديو وناخد احلى جوله في شقتي الجديده. بصوا يا بنات، احنا خدنا الجوله دي قبل الفرش، تمام، بس جولتنا كده من بداية الباب، تمام. بعد الفرش، تمام. ده كده باب الشقة زي ما انتم شايفين. حطيت كده على باب الشقة كلمة محمد، عجبتني قوي فحطيتها. طبعا ده التويليت، تمام. هوريكم بقى كده يعني بعد التنظيف، قولوا لي بقى مبسوطة. طيب بصوا، ده التويلت. ثواني، بصوا قولولي على النظافة والجمال. تويلت صغير جدا بس مش مشكلة، يعني مش هيبقى ليه استخدام قوي معايا. طبعا ده على باب الشقة، تمام. كده الريسبشن. طبعا انا لما ببعد شويه كده الاضاءه، مش عارفه، في غيامه في التليفون، فما علينا. مش عارفه كده واضح لكم كده ولا لا، بس انا حابه ان انا اعمل زوم شويه، هيكون احلى وافضل. بصوا يا جماعه، انا السفره بتاعتي كبيره مش صغيره، تمام. فبصوا بقى، حطيت هما 6 كراسي، حطيت كرسيين على رأس كده السفرة زي ما انتم ما شايفين كده، وحطيت كرسيين زي ما انتم ما شايفين هنا. طب ما حطيتيش يا هبه كرسيين من جوه ليه؟ عشان تبقى الكراسي كلها ملمومه، وما تحطيش هنا زي ما انتم شايفين الكرسيين دول كده. هقول لكم يا جماعه، لما حطيت هنا الكرسيين، عايزه اقول لكم يعني الترابيزه كانت واصله لحد قرب النيش، فكانت شكلها مش حلو ومش لطيف خالص. اهو شايفين؟ عايزه اقول لكم انا حاطه كفرات على الكراسي خشب، تمام. فالكفرات دي كانت عندي من قبل كده، يعني انا ما اشتريتهاش، هي اصلا انا كنت جايباها للكراسي بتاعه السفره بس. فقولوا لي كده، يعني في فكرة تانية اعملها، ان انا مثلا يعني احط الكراسي غير المكان ده، ولا يعني المكان ده كده كويس؟ تمام. هنا بقى معلقة هي دي مكرمية صح كده؟ مكتوب فيها اللهم بارك هذا البيت. طبعا انا وريتها لكم كده في المشتريات اللي انا كنت جايباها، تمام. ويعني قلت لي ان هي شكلها حلو، وفي ناس قالت لي حطيها في المكان ده وناس قالت لي في المكان ده، فلقيت المكان ده انسب مكان، وبصراحة لايق معاهم الكرسيين دول. طيب حطيت النيش زي ما انتم شايفينه كده، تمام. و الانتريه حطيته كده، شايفين؟ الانتريه حطيته زي ما انتم ما شايفين كده. طيب انا كنت حابه جدا ان انا احط الكنبتين قصاد بعض كده، هنا وهنا قصاد بعض، واحط الكراسي تحت الشباك على طول، منها يبقى يعني الدنيا سهله معايا ان انا انشر وكده، ويبقى شكلهم حلو. بس انا لما حطيت الكنبتين جنب بعض، عايزه اقول لكم يا بنات يعني الدنيا ضاقت جدا جدا وكانت شكلها مش حلو. فقولوا لي كده ايه رأيكم؟ طبعا الستاير دي برضو كانت قديمة عندي، برضو قولوا لي رأيكم فيها ايه. ان شاء الله طبعا بإذن الله انا هغير الستاير لان انا ما بقتش حباها بصراحة. تمام تمام. هو ده كده الريسبشن، تمام. كان عندي برضو ال3 ترابيزات دول، حطيتهم كده وحطيت عليهم المفارش زي ما انتوا شايفين، والشاشة فوقيهم على طول، تمام. ما كانش فيه مكان او وصلة للشاشة انها تتوصل،
فاضطريت ان انا اجيب سلك وكده، فانا بصراحه ثبته بالدبل فيس عشان برضو ما خرمش في الحيطه وكده. وزي ما انتم ما شايفين كده يعني الدنيا متداريه ومفيش اي مشكله. وحطيت برضو المروحه دي هنا، لان اي حد يجيني مش عارف ايه، مش او حد هيقعد هنا في الانتريه عايز يتفرج على التلفزيون او حاجه، فالجو هنا حر جدا جدا جدا. فيعني لقيت ده المكان الوحيد المناسب. يا جماعه لو شايفين اي تعديلات ممكن اعملها او اي حاجه يعني المفروض تتعمل قولولي، وانا طبعا يعني هجرب. فبس قولولي برضو ايه رأيكم في يعني الشكل بتاع الريسبشن، الشكل النهائي بعد الفرش. تمام. طبعا عايزه اقول لكم ان الرخامه هنا مكسوره اتكسرت، فان شاء الله هغير الترابيزه كلها باذن الله يعني. هنا بقى حطيت الدرع بتاعي طبعا بتاع القناه الكبيره. تمام. نسيت خالص ان انا اعمل له مسمار، تمام، عشان اعلقه فيه. فبصراحه بقى مرضتش ان انا اخرم تاني في الحوائط، فحسيت ان هو هنا مكانه حلو بس، فحطيته ايه على الترابيزه دي. طيب بصوا بقى، هنا يا بنات حطيت الجزامه دي، الجزامه تمام. علقت المرايه بتاعتها هنا وبس كده، هي ما فيهاش يعني تفاصيل. هي بس حطيت عليها اللي هو طبق الشوكولاته والكلام ده بس، وشكله لطيف والدنيا حلوه. حطيت المفارش دي بس كده. المهم بقى تعالوا ندخل للغرف. اول غرفه هوريها لكم غرفه بناتي. بسم الله. قولولي بقى، قولولي ما هذا الجمال. بصوا الأوضة ما شاء الله واسعة وحلوة، وتحسوا كده ان هي مريحة جدا، يكفي ان بناتي مبسوطين بيها جدا 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 وفرحانين بيها قوي. تمام. حطيت السريرين زي ما انتم ما شايفين كده في الوش، والكومود في النص. تمام. علقت الستارة دي زي ما انتم ما شايفين كده، شكلها لطيف، والحياة بقى لونها بامبي وانا جنبي وانا برضو جنبي. علقت المروحة دي، ريتال بنتي بتعشق المراوح السقف، يعني تقريبا عندها عقدة من اللي هي بتاعة الحائط. انا مركبة عندي حائط عشان ما بحبش السقف. تمام. هما هنا اختاروا ان هما يحطوا الصور بتاعتهم. معلش هنا الاضاءة مش احلى حاجة ولا الطف حاجة، انا ممكن اشغل الاضاءة بتاعت التليفون. تمام. هنا بقى يا بنات حاطة الدولاب زي ما انتم شايفينه كده. تمام. بس ودوت الستاند بتاعي بتاع الرينج لايت. وخلاص هنا بقى في الكورنر ده مش باين في حاجة متداري، فحاطه فيه سجاده، حاطه فيه ترابيزه المكوى كده. يعني الغرفه ما شاء الله اللهم بارك حلوه وواسعه. وبفكر ان شاء الله باذن الله ان انا اجيب مكتب هنا ومكتب هنا، يا اما يعني هجيب مكتب واحد، مش عارفه. قولولي بقى رأيكم ايه في الغرفة بالامانة كده. لو في افكار يا جماعة عندكم زي ما قلت لكم بره في الريسبشن قولولي عليها، وانا طبعا هجرب وبشارك معاكم كل حاجة، وانتوا عارفين ان انا باخد برأيكم جدا. تمام. تعالوا بقى ندخل غرفة النوم. دي غرفتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، هنا حطيت الدولاب زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. وهنا السرير. بصوا يا جماعة انا هعمل زوم. بصوا كده، يعني افضل اللي انتم شايفين كده ولا ايه؟ انا حاسة ان لما بعمل زوم الشاشة بتبقى يعني تحسوا مبكسلة شوية او مغيمة كده. المهم زي ما انتم ما شايفين كده، حاطة الستارة دي فوق السرير. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات ان يعني الخروم بتاعه الحامل يعني بعد ما ظبطها رجعها تاني وكان شكلها كده. حطيت الليد ده
فوق شباك السرير. تمام. حطيت هنا الشماعة بتاعت الغرفة. تمام. وهنا ثبت الغسيل. بصوا بقى، انا عندي السجادتين دول يا بنات كبار، فانا مش لاقيه مكان احطهم فيها، فحطيته هنا دلوقتي. بفكر كده عشان الريسبشن مش كبير. بفكر ان انا اقصهم، بس مش عارفه هتبوظ ولا لا، فقولوا لي برضو رايكم ايه في ان انا اقصها ولا لا. تمام تمام. بصوا، وهنا التسريحه كده. بس الغرفة ما شاء الله حلوة وهادية وواسعة وعجباني، انا مرتاحة فيها جدا 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 بجد. انا يعني مبسوطة فيها ومرتاحة. عفوا. فقولوا لي برضو ايه رأيكم، ولو في اي افكار اي حاجة تفيدني طبعا يعني قولوا لي عليها. بصوا كمان انا حاطة المروحة دي، علقت المروحة دي هنا زي ما انتم ما شايفين، حلوة جدا وانا بصراحة حباها هنا. طيب هنا المفروض الطرقة اجيب لها يعني مشاية طويلة، دي كانت عندي قديمة وكده كده هوزعها يعني مش حباها، فهجيب غيرها ان شاء الله. تمام. نيجي هنا بقى للمطبخ. قولوا لي بقى المطبخ بقى يا جماعة، يعني انا احترت فيه بس الحمد لله كان نتيجته حلوة، كان مرضية بالنسبة لي. بصوا عملت لكم زوم. بصوا قولوا لي ايه رأيكم. المطبخ من فوق حلو جدا، مش عاوز حاجة تحت بقى، يعني ما شاء الله اللهم بارك يعني. يعني حاجة وحشة جدا، فعادي ما تاخدوش في بالكم، بس قولوا لي بس الشكل النهائي. هنا برضو يعني قولوا لي افكار اعملها هنا في البار. ان شاء الله انا حابة ان انا اجيب كرسيين هنا، لان انا من زمان نفسي جدا في مطبخ امريكي علشان احط كرسيين كده. تمام. طيب حطيت التلاجة هنا، المكان المناسب جدا للتلاجة هوريها لكم طبعا دلوقتي. بصوا ده هنا المطبخ، الجزء اللي هو اللي تحت حطيت عليه زي ما انتم ما شايفين اللي هو التوستر اللي هو الفرن دي، وفوقيه الساندويتش ميكر. تمام. طبعا يا جماعه انا لسه ما جبتش حاجه بقى في البيت خالص. هنا المفروض ان انا ايه يعني احط لها مناديل مطبخ. تمام تمام. طيب جنب المطبخ حطيت البوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. هنا سوري، هنا التلاجة، ده المكان المناسب الوحيد اللي انا يعني لقيته هيكون حلو. تمام تمام. هنا حطيت الوحدة دي اللي هي بتاعت البصل والثوم بقى، البطاطس، يعني الحاجات اللي هي الخزين يعني. بس حطيتها هنا، حسيتها ان الدنيا واسعة. الغسالة اهي، جبت لها طبعا كفر عشان هي شكلها بذمة الله. تمام. جبت لها كفر. هنا بقى يا بنات عايزه اقول لكم انا ما كانش عاجبني يعني تحت الحوض خالص، لان في حاجات كتير انا حطيتها تحت الحوض، لان ملهاش مكان غير تحت الحوض. فبصراحه انا كان عندي الستاره دي قديمه كنت عاملاها في بيتي القديم زمان. تمام. فلقيتها فقلت خلاص انا هحطها دلوقتي لحد ما اشوف ايه يعني ان شاء الله صرفه كده ان انا ايه اقفل تحت الحوض بشكل حلو ولطيف. تمام تمام. حطيت هنا المطبقيه. عايزه اقول لكم يا بنات يعني الاطباق بتاعتي بصراحه كلها اتكسرت، يعني الاطباق كلها بجد اتكسرت. انا ندمت اصلا ان انا علقت المطبقيه، بس عادي مش مشكله، حطيت بقى فيها حاجات بسيطه. وبصراحه انا يعني خايفه انها تقع كمان، لان بصوا يعني اللي معلقها لي معوجه فايه. فانا بصراحه كنت عايزه اطلع صيني من النيش احطه في المطبخ استخدمه. فلا هجيب ان شاء الله طقم اركوبال جديد باذن الله. ماما قالت لي والله هديك يا هبه اطباق وكده عندي زياده، قلت لها لا انا هجيب طقم اركوبال كامل. بس فبرضو عايزه افكار كده يعني ايه ممكن اعمله على الرخامه او يبقى شكل حلو على الرخامه.
بصوا دي المفروض بتاعه اطباق مطبقيه بقى وكده، اللي هي صفايه يعني بيتصفى عليها المعالق والشوك وكده. فدي برضو كانت عندي من زمان وما استخدمتهاش اصلا، حتى عايزه اقول لكم ان هي ايه انكسرت من هنا. فما علينا. وزي ما قلت لكم هنا حطيت التوستر اللي هو الفرن والساندوتش ميكر فوقيه وخلاص، هو ده المطبخ بتاعي. قولوا لي بقى رايكم في المشايه دي. استنوا هوريها لكم. بصوا رايكم في المشايه دي برضو جديده، حسيتها عجبتني فجبتها. طبعا هنا في كرسي انا كنت حطاه، يعني كان عندي من زمان تمام، فحطيته دلوقتي في المكان ده لحد انا عايزه انجده، فقلت ان شاء الله انجده. قولوا لي ايه رايكم في المطبخ. طيب تعالوا ندخل الغرفه الثالثه قبل ما ندخل للحمام. بسم الله. دي هعتبرها ان هي غرفه ليفينج، تمام، هعتبرها ليفينج يعني غرفة المعيشة. هنبقى قعدتنا كلها هنا، الركنة هنا في شاشة، في سرير زي ما انتم ما شايفين كده، والدنيا لطيفة والغرفة ما شاء الله هادية وجميلة. حطيت الكشاف ده تمام، وعلقت الستارة دي هنا تمام، وهنا بقى حمرتها يعني خليتها حمراء، ركنة حمراء، ملاية حمراء، السجادة فيها احمر، وكمان الستارة. قولوا لي ايه رأيكم في الغرفة دي. تمام. يلا اخر حاجة هنشوفها الحمام الكبير، ومبسوطة ان انا معاكم. استنى بصوا، ده الحمام. جبت السخان ده جديد، هو مش جبته بصراحة، يا اختي جايبهولي هدية تمام. لسه مركباه زي ما انتم ما شايفين كده. عايزه اقول لكم ما فيهوش حاجه، ولا كابينه ولا بانيو ولا اي شيء. حتى المرايه بصراحه انا ما جبتش لسه مرايه، عشان يعني ايه لو هغسل سنيني انا والبنات حاجه كده يعني. الحمام ما فيهوش افتكاسات، حاجات بسيطه. الركنه دي ما كنتش عارفه احطها فين، حطيتها هنا طبعا، ولا جبت لسه شاورات ولا حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا لسه مخلصه الشقه فرش، وعلى طول بسرعه كده في السخان قلت لازم ان انا اوريكم ايه الشقه وناخد جوله فيها. بس كده، هي دي يا جماعه جولتنا النهارده. يعني بتمنى كده انها تكون عجبتكم. انا مبسوطه جدا 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 بصراحه. مش عارفه اقول ايه. الحمد لله جبر ربنا كبير، الحمد لله ربنا طبطب عليا. ربنا يكفيني شر الناس الوحشه اللي بصالي بصه وحشه، والحمد لله على كده. وعايزه دعوه حلوه كده منكم، وقولوا لي ايه في الكومنتات رايكم في الشقه بعد الفرش. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.